هنا مطلوب منك تحليل العملة ومرتفعي المخاطر وهم أكبر من 90 يوم تأخير، ومبيعاتهم أكبر من 100,000، ومديك هنا العميل والمبيعات وأيام التأخير، وعايز يعرف هل العميل ده مخاطره مرتفعة ولا لأ. طب هو الشروط إيه؟ لو أكبر من 90 يوم وأكبر من 100,000 يبقى كده العميل ده المفروض تأخير، ولو أقل يبقى طبيعي. طيب أنا هنا هبدأ أستخدم دالة وهي دالة إيف يساوي، هبدأ أقول له إيف. بس ثواني كده خليك معايا، أنا عايز هنا شرطين يتحققوا، لو الشرطين دول اتحققوا ابدأ نفذ لي الأمرين دول. طيب أنا عايز أستخدم دالة جوه الإيف اسمها دالة آن. ايه فكرة دالة اند دي؟ هنا هقول له لازم الشرطين اللي انا هديهم لك دول يحصلوا. اول شرط فيهم لو ايام التأخير دي اكبر من 90، هبدأ اقول له فاصلة، وكمان المبيعات دي اكبر من 100,000. المفروض ان الشرطين دول يحصلوا، ابدأ ان انت تديني نتيجة، وتبدأ تقفل القوس بتاع الان وتدوس فاصلة، هترجع تاني لدالة الايف. طب لو ده فعلا اتحقق، والله ابدأ اكتب لي تأخير، شيفت وطه علامات تنصيص، وهبدأ أكتب كلمة تأخير فاصلة. طب لو ده ما اتحققش وما عدوش ال90 يوم أو ال100,000، والله يكتب لي طبيعي، هبدأ أكتب كلمة طبيعي، وهبدأ إن أنا أدوس إنتر. هتلاحظ إن الإكسل كتب لك تأخير عشان هو عدى الشرطين. هنا هتبدأ تشد المعادلة بتاعتك. بمنتهى البساطة الإكسل حسب لك الشرطين وقال لك إن هنا عدى 90، هنا عدى ال100,000، يبقى تأخير. وهنا كمان في حاجة كمان، هو عايز يدي لون للتأخير ولون للطبيعي بحيث إن هو ياخد باله منه بسرعة. يبقى أنا عايز أعمل حاجة اسمها conditional formatting. علم لي على الحالة بتاعتنا conditional formatting highlights rules. وهنا هقول له ticket that contains. لما تلاقي أول حاجة، لما تلاقي إيه؟ والله لما تلاقي تأخير ابدأ اديها اللون الأصفر. هتيجي كده على الألوان قول له يلو، أوكي، ونفس الشرط تاني هايلايت. بس المرة دي لما تلاقي كلمة طبيعي ابدأ اديها اللون الأخضر. هتدوس اوكي. كده الإكسل خلص وحسب لك كل حالة.